سلام ودي أقري الجوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في مطبخ الجدة. وش طبختنا اليوم يا سيام؟ أصابة الجبن. أصابع الجبن. يولاችሁ በደንብ እንሰራለን አሁን እንዴት እንደሚሰራ ሳያችኋለሁ አሁን ወደ አሰራሩ أيوة شو نسوي الحين يا سيام؟ صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. አሁን ወደ አሰራሩ يلا وش الأسرار علمينا؟ እዚህ ጋር 3 አይነት ጅብን አለኝ طيب الجبن أوكي እዚህ ጋር 2 ማንኪያ ዱቄት አለኝ ملعقتين دقيق እዚህ ጋር 2 ማንኪያ ዝብዳ አለኝ ملعقتين زبدة አሁን እነሱን እዚህ ጋር ግማሽ ኩባያ ውሃ نص كاس مويه اوكي الجبن جبن قشقوان وحلوم ايوه ومازرولا اوكي طيب هذه الزبده حطيناها على النار አሁን በቅድሚያ ዝብዳችንን እናደርጋለን መግላ ላይ نذوبها ከዛ ዱቄታችንን እንጨምራለን ونحط عليها ملعقتين الطحين ከዛ እናማስላለን እንዲህ እስከሚሆንልን ድረስ ክሬማ እስከሚሆን ድረስ نحمسها لين تذوب الزبده ቀስ እያለን ውሃ እንጨምራለን አያችሁ ክሬም ሆነ نص كاس مويه ونذوبها ايوه يولاችሁ አሁን ጅብናችንን እንጨምራለን الحين ذاب الطحين ما شاء الله والزبده صارت جالسه نحط عليها اول شيء هذا القشقوان እዚህ ጋር ጅብን حلوم نحط عليه مازرولا አሁን መዘረላችንን ጅብን መዘረላችንን طبعا كل واحد هذا واحده كيس يمكن كله يجي نص كيلو صح አንድ ግማሽ ኪሎ ነው የሁሉ አያችሁ አሁን እንደዚህ ما شاء الله شفتوا صار حلوه يمط كانه علك شفتوا يولاችሁ እንደዚህ ሆኖልናል አሁን ወደ መጠቅለሉ እንሄዳለን ሲቀዘቅዝልን يلا እዚህ ጋር ጣሄን ሙረባ نخليه يبرد وبعد ما يبرد نلفه بالعجينه المثلثات ما يقوللاችሁ አሁን እንደዚህ እንጠቀልላለን ማለት ነው ايوه وبعدين شو نسوي الحين يا سيام አሁን ይኸውላችሁ እንደዚህ አዘጋጅተናል ناخذ شويه من الجبنه መጠቅለል እንጀምራለን ፍርኖ ዱቄት ከውሃ ጋር አዘጋጅቻለሁ አሁን እንጠቀልለዋለን ማለት ነው تسويها بشكل طولي تاخذ الجهه اليمين على الجهه اليسار ከቀኝ ወደዚህ ايوه وبعدين ይሄው እንደዚህ አድርገን መጠቅለል እንጀምራለን ማለት ነው ما شاء الله تبارك الله نرصيها يا سيام كويس طيب عشان ايش عشان ما تنفك علينا وقت القلي طيب يولاችሁ እንደዚህ አድርገን እንጠቀልላለን ምርጥ እንትን እናገኛለን ማለት ነው الحين اخر حاجه تسكرها بالطحين አሁን በጣይን እንዘጋለን الصمغ حقها اللي هو طحين ومويه يلا سووا لايك شير كوبي لينك تالو اصفر احمر شوفوا ما شاء الله اياتشو እንዴት አባቱ እንደሚያምር ما شاء الله ما شاء الله